قصة عباد بن بشر وعمار بن ياسر. عباد بن بشر وعمار بن ياسر ما قصتهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة ليلة قال: من يكلأنا الليلة؟ وهم في يعني خروج معين في غزاة معينة. فقام عباد بن بشر وعمار بن ياسر يحرسان المسلمين، هم مسكين ثغر حراسة المسلمين. فتشاورا مين هيمسك أول الليل ومين هيمسك آخر الليل. فقال عباد: أنا أكفيك أوله وأنت تكفيني آخره. فقام عباد بن بشر يصلي، فقرأ سورة الكهف فافتتحها ومضى فيها. فجاء رجل من المشركين فوجد عباد بن بشر يصلي فضربه بسهم، فأصيب عباد بن بشر فلم يتحرك، فنزعه فوضعه. الذي فعله عباد ليس هو الأصل، وهو ده اللي هيقوله عمار على فكرة بعد شوية عشان ما تستغربش. ده ليه ما صحتنيش؟ فضرب ب3 أسهم، وفي كل مرة ينزع السهم فيأخذه ويضعه ويكمل القراءة، حتى انتبه إليه عمار فقال: ويحك هل لا أيقظتني لما رأى الدماء تنزل منه؟ فقال: والله لولا ثغر أمنني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانقطع نفسي قبل أن أقطع قراءتي في سورة الكهف. أنا عمري في حياتي لانقطع نفسي دون أن أنفذها. أنا ما ينفعش، لا مش هخرج من الصلاة. الذي فعله عباد يعني لولا أنه روي إلينا بالأسانيد الصحيحة ما صدقنا أن يكون في الناس مثل هذا. لكن سبحان الله الصلاة عندهم دي كانت حال، كانت دنيا، كان لا أنا داخل الصلاة. صلى مسلم بن يسار مرة في المسجد فانهدمت ناحية من نواحي المسجد ففزع لها أهل السوق ووجدوا مسلما ما زال قائما يصلي، مسلم بن يسار ما زال قائما يصلي، لم ينتبه لانهدام السارية التي في المسجد. عروة بن الزبير أبى أن يتناول في قطع قدمه لما أصابته الآكلة، عنده غرغرينة في رجله، هنعمل إيه؟ لازم تتقطع. فطب تناول يا شيء يعني يذهب عقلك، نستطيع أن احنا من غير ألم. لا، أدخل في الصلاة. فدخل في الصلاة فأخذوا ينشرون قدمه بالمنشار وهو في ذلك كله صامد ثابت يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم لما قطعت رجله أغشي عليه.